البحيرة. وتم افتتاح عمل اللجنة تمام الساعة 6 مساء حتى الساعة 7:30 مساء، وأسفرت الانتخابات عن الآتي: أولا، تم شطب المرشح أحمد بدوي أحمد الخضري لعدم بلوغه السن القانونية وعدم توافر شروط الترشح في شخصه. ثانيا، عدد الأعضاء الذين قاموا بالتصويت 29 عضو. عدد الأعضاء الذين قاموا بالتصويت لهم حق. عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت 29 عضوا كما وردت أسماءهم بالكشف المرفق. ثالثا، تم إعلان جميع المرشحين بالبندين السابقين واطلاعهم على الكشف، واتفق الجميع على بأن النصاب القانوني للحضور 14 عضوا. صحيح. محضر الفرز هتقوم بتلاوته الأستاذة سارة كحلة. هو أولا قبل كل شيء هي خسارة أي مرشح ده مش معناه تقليل إمكانية هذا الشخص، إنما هي بتكون نوع من أنواع عدم التوفيق. وإحنا بنتمنى إن الشخص اللي هيلاقي الخسارة في اللجنة بتاعته يبقى بمثابة المساعد للشخص الآخر اللي كسبان. هو أولاً محضر الفرز: فوز المرشح أحمد حسني أبو العينين في لجنة التخطيط الاستراتيجية بالتزكية. ده كان لعدم توافر ده يا جماعة كان لعدم توافر الشروط القانونية لأن سنه أقل من السن المناسب. تاني حاجة عندنا لجنة الشؤون العضوية، الفائز فيها جيهان عبد المنعم علي. الحمد لله. مقابل 6 أصوات للمرشح المنافس. تاني لجنة هي اللجنة الطلابية. المرشح أسامة عبد المنعم عبد العزيز للأسف لاقى الخسارة. يبقى كده اللي فاز معانا في اللجنة الطلابية أحمد مسعود عبد الهادي. لجنة الموارد اللي لقى فيها الفوز محمد إبراهيم أنديل. صور نفسي. طب ليه كده؟ وأخيرا وبعد طول انتظار هنعلن الفائز في لجنة العمل الجماهيري، وهو ليس الشخص، ليس إبراهيم مصطفى ولكنه يونس. يونس ازاي؟ عمل جماهيري. إبراهيم مصطفى الشيخ هو الفائز في لجنة لازم نعمل برضه رياكشنات وحركات. اللجنة الإعلامية بقى فاز فيها أحمد شوقي. غير احمد توبه. بغباء الإعلامي صرحت إن اللي فاز يونس في لجنة مسؤول المحافظة. هنضطر نستحمله السنين القادمة واحنا بنبارك له ونقول له بالتوفيق. نتمنى بقى في الجميع مقاومة يونس إذا أخطأ ومساندته يعني إذا خد صوتك لا هو كان فعلا التجربة كانت ديمقراطية وكانت رائعة جدا، وأكبر دليل إن يونس فاز عن منافسه بصوت واحد بس، وكانت لغاية آخر لحظة. آخر صوت هو اللي حسم الموضوع. فاحنا بنبارك لكم على التجربه الرائعه دي ومزيد من التقدم ان شاء الله والمشاركه في الشارع مع جبهه 6 ابريل. بالتوفيق يا شباب.
جماعه المحاضر كلها موجوده في الريزرف ديت، احنا هنسلمها قدامكم لمحمد يونس بما ان هو بقى رئيس الحركه ومسؤول المحافظه. اي حد عايز يطلع عليها او اي حد عايز يكتب ورقه فيها يبقى مع محمد يونس. الف مبروك يا فندم. شرفتونا خليكم ثانيه واحده بس. شرفتونا جدا في حزب الجبهه الديمقراطيه، انا وزمايلي سعداء جدا بالتجربه الناجحه دي، ونتمنى ان انتم تتعاونوا مع احزاب وحركات شرطه في الشارع عشان تقدروا تغيروا وتوصلوا فكركم للناس. كل سنه طيبين يا جماعه. يا استاذ محمد بما انك مسؤول الحركه يا ريت توجه كلمه للساده اللي ساعدونا في وأولا احنا بنتقدم بكل الشكر والتقدير لأسرة حزب الجبهة الديمقراطية أمانة البحيرة بإشرافها الكامل على العملية الانتخابية، وبالأخص الأستاذ أحمد الشنديدي. الأستاذ أحمد الشنديدي عضو اللجنة القانونية للحزب برئاسة اللجنة المشرفة على الانتخابات، وشكر خاص للأستاذ محمد الشريف على استضافته لانتخابات الحركة وشباب الحركة، واحنا بنتأسف جدا للإزعاج اللي احنا أزعجنا حضرتك فيه. ربنا يخليك يا رب. حزب الجبهة فاتح بابه لينا ومرحب بينا ان احنا ممكن نعمل سواء لو في انتخابات تانية في اجتماعات للحركة ممكن نعملها هنا في المقر. تمام كده؟ شكرا جزيلا للجميع. في حد عنده اي اسئله او اي استفسارات؟ ماشي يا عم ابراهيم، مبروك يا باشا. ايوه تصور هتنزل الفيسبوك النهارده. مبروك يا عمو. وحش. لا هو فعلا شخصيته جميلة جدا، عجبتني شخصيته يعني. انا شباب